تصريح جمال السلامي بإمكانية قيادة طارق السكيتيوي للمنتخب الوطني المغربي حرف ألف. المغرب، الأردن، كيف سيناقش المدربان المغربيان هذه المقابلة، وخصوصا المدرب الوطني طارق السكيتيوي؟ أول شيء حكيت عليه هو أنه طارق السكيتيوي بالنسبة لي شخصيا هو المدرب المرتقب للمنتخب المغربي إن شاء الله بعد التتويج بأمم إفريقيا ثم كأس العالم، لأنه في سنتين حقق الميدالية البرونزية المركز الثالث في الأولمبياد، فاز بالشان الميدالية الذهبية، ولا يضره أنه يأخذ المركز الثاني والميدالية الفضية في المنافسة. السلام عليكم. بداية خليني نبدا معاك بهذا السؤال المباشر صراحة. واش جمال السلامي كان غير كيهضر في هذه الندوة الصحفية، ولا كان كيعرف بالضبط شنو كاين او شنو تيوقع يعني في الجامعة الوطنية المغربية، الجامعة الملكية المغربية؟ حيت بصراحة التصريح اللي خرج به في الدوحة اليوم يعني ماشي تصريح عادي، وماشي كلام يعني تيتقال صدفة في واحد الندوة صحفية. يعني التصريح خلى بزاف ديال التساؤلات، خلى بزاف ديال الناس تحبس الفيديو في الثواني الاولى وترجع عاوتاني تعاود الفيديو وتسمعوا شنو تيقول، لان صراحه هذا تصريح يعني لا ينطق هذا السيد عن الهوى. وطرحوا بزاف ديال الاسئله، طرحنا بزاف ديال الاسئله، واحد منهم طرح بزاف ديال الاسئله علاش دابا وعلاش بهذا الوضوح. هذا التصريح ديال جمال السلامي ما جاش من فراغ، وخلى بزاف ديال التساؤلات صراحه تطرح راسها بقوه، ودار نقاش واسع وسط المتتبعين والمحللين الرياضيين والعارفين بالكرة. تصريح خرج في واحد السياق حساس، وجاب واحد الطريقة مباشرة صراحة وواضحة، الشيء اللي كيخلي بزاف ديال الناس يعني يطرحوا السؤال الكبير: واش جمال السلامي كان غير كيعبر على رأيه، او لا كان كيهضر يعني هو عارف شنو كاين في الكواليس ديال الجامعة الملكية لكرة القدم؟ فإلا ربطنا هذا التصريح هذا بالمسار الكامل ديال طارق السكيتيوي، غادي نكتشفوا باللي ماشي اسم طالع صدفه صراحه، اسم ديال طارق السكيتيوي ما طالعش صدفه، ولا مدرب يعني داز من مرحله عابره، ولكن بروفايل خدام بخطه ومسار تصاعدي واضح خلاه اليوم واحد من الاسماء الجاهزه باش تتحمل مسؤوليه كبيره بحال تدريب المنتخب الوطني المغربي الاول. فأول تجربة قوية وحاسمة من مسار الطريق السكيتيوي كانت المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة يعني في الألعاب الأولمبية. تجربة مختلفة فيها ضغط كبير صراحة وانتظارات عالية، خصوصا وأن الكرة المغربية في الألعاب الأولمبية كانت دائما كتعيش واحد الخيبات ديال الأمل، إما عدم التأهل أو الإقصاء المبكر من دور المجموعات يعني بدون أثر يذكر. لكن مع السكيتيوي السيناريو تبدل صراحة كامل. فالمنتخب الوطني المغربي المشارك في الالعاب الاولمبيه دخل المنافسه صراحه بعقليه جديده وبتنظيم محكم وبشخصيه قويه، والنتيجه كانت تاريخيه. يعني اول ميداليه اولمبيه في التاريخ، الميداليه البرونزيه لكره القدم المغربيه، انجاز ماشي سهل، ودار واحد النقله نوعيه في النظره لهذا يعني صراحه لهذه الفئه العمريه. هذا الانجاز ما جاش غير بالحماس ولا بالصدفه، ولكن بخدمه تكتيكيه دقيقه وتدبير ذكي للمباريات، وقدرة كبيرة على التعامل مع الضغط، سواء ضغط الجمهور أو ضغط المنافسة أو ضغط التوقعات. هنا بان سكيتيوي كمدرب كيعرف كيفاش يبني فريق وكيفاش يخرج أفضل ما عند اللاعبين في المواعيد الكبيرة، وهذا ما يميز صراحة طارق سكيتيوي. والتجربة الثانية كتأكد باللي سكيتيوي ماشي غير مدرب مشروع ديال المشروع طويل المدى، ولكن حتى مدرب ديال الحلول السريعة، خصوصا في بطولات الشان اللي خدم في واحد الظروف معقده ولاعبين زعما محليين، وكان وجد مع منتخب وفي الاخير يعني تفرض عليه منتخب اخر، ورغم ذلك وكل هذا الشيء قدر يشكل منتخب تنافسي منظم كيقاتل على كل كره وكيوصل الادوار المتقدمه ويخلي المنتخب المغربي يعني حاضر بقوه على المستوى القاري. الشان كان بمثابه صراحه مختبر حقيقي، والسكيتيوي خرج منه صراحه بواحد النجاح كبير، وحاول انه يدير الاسم ديالو في القاره السمراء. اما السيناريو الثالث صراحه فهو
ان لم اكون الاصعب وانما كان صعبا كذلك. ففي مسار المدرب في كاس العرب هنا هو كاس العرب، سكيتيوي دخل في واحد الوضعيه استثنائيه بكل المقاييس. حضر مجموعه من اللاعبين يعني صراحه في الاخير ديال اللحظه يعني ضربوا ليه كثير من اللاعبين صراحه، خصوصا في الهجوم. مهري بزاف ديال اللاعبين يعني اللي تقاسوا ليه، اللاعب المليوي، اللاعب ديال الفريق الاهلي المصري. الاصعب من هذا الشيء كامل هو ان المنتخب صراحه واجه واحد الظروف قاهره، خصوصا يعني كذلك ظروف اخرى كذلك هي يعني البطاقات الحمراء صراحه. لكن سكيتيوي اختار واحد الطريق اخر، هو التاقلم والاجتهاد. هذا اللي تعجبني انا في سكيتيوي، التاقلم والاجتهاد وايجاد الحلول داخل المجموعه رغم كل الصعوبات. بقى المنتخب واقف منافس وفرض احترامه حتى وصل المباراه صراحه النهائيه عن جدارة واحتقان اللي يواجه فيها يعني مدرسه مغربيه اخرى، هي المدرسه ديال جمال السلامي، يعني اللي تيقود المدرسه الاردنيه. صراحة مع سكيتيو تحس ان الفريق يعني صراحة في هاد الكاس العرب كيتطور صراحة. مدرب كيقرا المباراة لحظة بلحظة وكيعرف فين الخلل وكيصحو بسرعة، وممكن يبدل التمركز ديالو كل 5 دقائق ويغير المنظومة كل 20 دقيقة ويفاجئ الخصم بخطة جديدة بدون ارتباك ولا خوف. هاد المرونه التكتيكيه صراحه والجراه في التغيير كتعطي صوره واضحه على مدرب حديث، يعني صراحه مدرب مرن، مدرب يعني واحد الدماغ كبير، ما كيتشددش في خطه واحده وما كيخافش يغامر من اللي يكون خاصو يغامر. وهنا بالضبط كيبان الفرق بين مدرب تقليدي كيحفظ سيستيم واحد ومدرب حديث كيتعامل مع المباراه ككائن حي متغير. هاد 3 ديال السيناريوهات كيعطيو صوره شامله على طريق سكيتيو، وهو انه مدرب كيخدم في كل الظروف الا كان مشروع طويل، وكيصبر ويبني الا كانت بطوله قصيره، كيتاقلم بسرعه مع جميع الظروف وكيصنع فريق تنافسي. ولا الجمهور المغربي كله حافظ المنتخب ديال الشهر، المنتخب ديال الكاس العرب، وكيخرج منها صراحه باقل الاضرار. من هنا ملي جمال السلامي كيصرح وكيهضر على السكيتيوي كمدرب مستقبلي للمنتخب الوطني، راه ما كيهضرش من الفراغ او كيهضرش على اسم، ولكن تيهضر على واحد البروفايل ديال مدرب جاهز منسجم مع مشروع الجامعه الملكيه، قادر يكون امتداد طبيعي لوليد الركراكي كيفما كانت النتائج، وبدون ما تكون قطيعه او مغامره غير محسوبه. لكن الا بغينا نكونوا صرحاء حتى الاخير، راه النقاش الحقيقي ماشي واش سكيتيوي كفء ولا لا. النقاش الحقيقي هو واش الجامعه الملكيه دابا كتوجد هدوء لمرحله ما بعد وليد الركراكي، حيث التاريخ الكروي علمنا ان اخطر حاجه ممكن تقع لمنتخب وطني هي الفراغ، ملي كيمشي مدرب وكيجي مدرب اخر في بلاصتو يعني بدون واحد التصور وبلا استمراريه وبلا فلسفه واضحه. لكن اللي باين دابا هو العكس تماما، كاين اعداد وكاين تخطيط وكاين اسماء محسوبه. فتصريح جمال السلامي ما كانش زله لسان ولا مجامله ولا حتى قراءه شخصيه، كان اقرب رساله مشفره موجهه للراي العام. راه المشروع ديال الجامعه مستمر، راه البدائل موجوده بخصوص المدربين وكذلك اللاعبين، وراه ما غاديش نرجعوا لسنوات صراحه الارتباك اللي كنا تنحصلوا فيها ونقلبوا على مدرب اجنبي. طارق سكيتيوي اليوم ما كيمثلش غير اسم مرشح، ولكن كيمثل فكره مدرب وطني مكون مجرب، عارف ضغط القميص الوطني وداز من كل السيناريوهات الممكنه. النجاح يعني الضغط، الاصابات، قله الوقت وتغير الاسماء، هذا الشيء اللي خلاه ان تولي عنده واحد الكاريزما ولا عنده واحد الراي وواحد القوه. واحد النقطه اللي خاصها تقال بصراحه، وهذا الشيء علاش تقرير مهم، يعني سكيتيوي مدرب ما كيطلبش ظروف مثاليه باش يخدم، صراحه كيخدم بما هو موجود وكيصايب الحلول وسط الفوضى. وهذه الصفه بالضبط هي اللي كتفصل بين مدرب عادي ومدرب منتخب. في النهايه سواء بقى وليد الركراكي او جا وقت التغيير بعد كان يعني الكان ديال كاس افريقيا او بعد كاس العالم، راه الرساله دابا واضحه. المنتخب المغربي داخل في مرحله نضج كروي وما بقاش كيتسير بالعاطفه ولكن بالعقل والتخطيط. فندوزوا لمباراة المنتخب الوطني المغربي غدا او نهاية غدا اللي غيخوض النهاية امام المنتخب الاردني. فصراحة مقابلة قوية جدا،
وهو صدام بين سكيتيوي وجمال السلامي صراحة، مدرستين يمثلان المدرسة المغربية ولكن ببروفايل مختلف. فاللاعب جمال او المدرب جمال السلامي كيعتمد على الضغط الكبير يعني صراحة، والسرعة والتحولات صراحة هي اللي ميزها او جابها المنتخب الاردني وخلاه يعني صراحة منتخب متميز في اسيا، وطلع به الكاس العالم صراحه، اهلوا الكاس العالم واهلوا النهائي ديال الكاس العرب. فصراحه اللاعبين الاردنيين كيمتازوا بواحد اللياقه بدنيه عاليه، بواحد الضغط يعني كبير. لكن السكيتيوي كذلك صراحه في هذا الشان بين على خطط اخرى وطريقه اخرى، كما قلنا سالفا بين انه مدرب كبير، وانه وجد واحد التشكيله واحد التوليفه صراحه اللي قادر يتنافس فيها صراحه في ويلعب النهايه صراحه بكل اريحيه. بين ان المدرب صراحه تيدخل من السيستم ويخرج لك بسيستم اخر، بين ان المدرب كيبدل لك يعني الخطط التكتيكيه في الميدان. فلا خوف على المنتخب الوطني المغربي ان شاء الله غدا ان شاء الله امام التقريب، فالخوف هو على جمال السلامي. فإلا خسر فتنعرفوا ان الكره الاردنيه يلاه باديه، وربما لان كاين واحد المنابر اعلاميه صراحه تتنادي باقاله باقاله جمال السلامي. فتنتمنى المباراه تدوز في واحد الروح الرياضيه عاليه بين الفريقين، ومباراة صراحة هو صدام بين مدربين، بين السكيتيوي وجمال السلامي، وهذا كله في صالح الكرة الوطنية المغربية التي أصبحت تصدر مدربين عالميين يشاركون في البطولات الدولية وحتى في بطولة كأس العالم. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.